حتى عالم بيبا مش كامل. هنا شوية أخطاء مضحكة في الرسوم المتحركة ممكن ما خدتش بالك منها قبل كده، زي في حلقة الجزم الذهبية لاحظنا شوية أخطاء كتير. أول حاجة مدام بطة لونها أبيض في الحلقة دي، مع أنها في كل الحلقات التانية لونها أصفر. ولسه في كمان لما بيبا بتتكلم مع مستر زيبرا، أول مشهد بيبين سوزي لابسة جزمتها، بس في المشهدين اللي بعد كده الجزمة بتختفي وتظهر تاني. وبعد كده في الحلقة نقدر نلاحظ ان جرومبي رابط حافي وهو داخل الصاروخ، بس لما بينزل على القمر بنشوفه لابس جزمة. وفي الآخر لما الصاروخ بينزل في حديقة جدو بيج كل خوذات الفضاء بتختفي. الحلقة اللي اسمها الغدا مليانة أخطاء كتير. من أول الحلقة بنلاحظ انه جورج واقف على حدود حديقة الخضار والعشب، لكن لما الكاميرا بتبعد بنشوفه واقف بعيد عن الحديقة بكام خطوة. وده مش كل حاجة. في المشهد ده جدة بيج كانت بتعمل سلطة وبيبا وجورج واقفين جنبها بيتفرجوا. ركز على بيبا هنا، لما الكاميرا بتبعد بنشوف بيبا بتتزحلق ناحية جورج كأنها بتطفو على الأرض. ده حصل بسرعة بس قدرنا نلاحظه. دلوقتي هنصغركم مشهد، شوفوا لو هتقدروا تكتشفوا الغلطة. خدت بالك من الغلطة؟ الشوكة بتاعت بيبا جت منين؟ هي كانت مخبية الشوكة في جيبها، وفي المشهد ده شكل بيبا كأنها غرست الشوكة في شفايفها. في حلقة القناع بيبا وأصحابها في الحضانة وبيستعدوا يعملوا أقنعة. في بداية الحلقة لما الأطفال وصلوا لطاولاتهم لاحظنا أخطاء كتير. على أول ترابيزة بنشوف كوبايتين جنب بعض، واحدة فيها مقصات والتانية فيها أقلام ألوان، بس لما المشهد بيبعد الكوباية اللي فيها أقلام الألوان بقت فوق الورق الملون. ومش بس كده، على الترابيزة التانية بنلاحظ إن في 4 صواني، لكن لما المشهد بيبعد بنشوف 2 بس. في حلقة الغسيل بيبا وجورج ومامي بيج خرجوا يلعبوا في البركة الطينية، وأثناء ما هم بيلعبوا بالغلط طين اتنطر على قميص دادي بيج الأبيض، فقرروا يغسلوا القميص تاني. هنا زي ما احنا شايفين مامي بيج حطت القميص الأبيض في سلة الغسيل ودخلت الأوضة التانية عشان تجيب هدوم تانية للغسيل، وأثناء ما هي مش موجودة بيبا حطت قميصها في السلة. دلوقتي ركز كويس عشان هنا هيجي الغلط. بعد ما الغسالة تخلص الغسيل مامي بيج بتطلع قميص بيبا، بس بص جوه الغسالة فاضية، مفيش أي هدوم تانية جوه، بس احنا شفنا مامي بيج حطت على الأقل 4 أو 5 قطع هدوم جوه، لكن دلوقتي مفيش ولا واحدة. وده مش كل حاجة، عندنا كمان غلطة تانية هنا. بعد كده في الحلقة بابي بيج بيرجع من الشغل وعايز قميصه عشان يطلع يلعب كورة. بصوا كويس في الغسالة، احنا شايفين شوية هدوم، بس بعد ما بيبا تدي بابي بيج القميص الهدوم اللي كانت جوه الغسالة اختفت تاني. احنا ما شفناش حد طلعها، يبقى راحت فين؟ يمكن الغسالة بتعمل سحر، أو يمكن الرسامين نسيوا يرسموا الهدوم. نكمل. في حلقة النزهة عائلة الخنازير كلها خرجت برا عشان يعملوا نزهة صغيرة. دلوقتي يلا نبص على بطانية النزهة، في حاجات كتير لذيذة عليها، منهم 2 سندوتش. التفصيلة هنا إن في المشهد اللي جاي بنشوف 4 أفراد من العيلة معاهم سندوتشات في إيديهم، وكمان في 4 أطباق على الأرض، يعني 2 زيادة عن الأول، وكمان في كوبايتين عصير برتقال ظهروا فجأة، واحدة جنب مامي بيج والتانية جنب دادي بيج. حتى علبة عصير البرتقال نفسها اختفت بطريقة غريبة، كأن في حد بيعمل سحر أو حاجة زي كده. في حلقة أفضل صديقة بيبا بيج بتعزم أعز صاحبتها سوزي شيب تيجي تلعب معها. بنشوفهم وهم بيطلعوا لعب كتير من السلة وبيبعتروها على الأرض، بس لما جورج حب يشاركهم اللعب بيبا ما سمحتلوش. على أي حال بعد المشهد ده بنرجع لنفس المكان وبنلاحظ إن البوق الصغير اللي كان جنب الكراسة الخضراء على الأرض اختفى، وبعدين بنشوفه فجأة على الناحية التانية من الأوضة. وده مش كل حاجة، لما البنات بيطلعوا اللعب من السلة واحدة من أول اللعب بتكون لعبة جاك إن ذا بوكس، واللعبة دي كمان بتتفتح لما بيطلعوها. بس بعدها بشوية لما بيتكلموا مع جورج بنلاحظ إن اللعبة مش موجودة على أرضية الأوضة، لكن على عكس البوق إحنا مش بنشوفها تاني. يمكن الرسامين كانوا كسلانين شوية ينظفوا كل الفوضى دي. في حلقة البيت الجديد بابا بيج بياخد بيبا وجورج يزوروا البيت اللي مستر بول بيبنيه، وفي وقت لاحق في الحلقة لما البيت بيكون جاهز مستر بول بيركب مرجيحة جنب البيت على طول وبيبا بتلعب على المرجيحة. عائلة الذئب بيوصل،
دلوقتي ركز كويس. زي ما احنا شايفين هنا بيبا على المرجيحة وعيلة الذئب بينزلوا من العربية، بس لما بيقربوا من عيلة الخنزير المرجيحة اختفت فجأة. ازاي ده ممكن يحصل؟ من شوية كانت بيبا بتلعب على المرجيحة ودلوقتي مش موجودة خالص. بس ده مش كل حاجة. بعد ما مستر وولف جرب البيت علشان يشوف إذا كان متين، المرجيحة ظهرت تاني فجأة. في حلقة وقت النوم في المقدمة زي دايما بنلاحظ بيت بيبا، وعلى يمين بيتها كمان بنشوف الشمس اللي قربت تغرب. بس المشكلة لما المشهد يقرب على مطبخ بيبا بنلاحظ إنه الشمس لسه على يمين البيت، لكن لما ندخل المطبخ بنشوف الشمس من الشباك. ده مش منطقي، ده خطأ منطقي. في نفس الحلقة لما عائلة الخنازير بتتعشى مع بعض، لو بصينا على أطباق الأكل هنلاحظ إن جورج بس هو اللي خلص أكله. بابا بيج وماما بيج وبيبا لسه ما خلصوش أكلهم. لكن بعد شوية لما بابا بيج بيقول إنه تعبان بنشوف لقطة تانية لطاولة العشاء، ولو بصينا على طبق بيبا هنلاقيه فاضي. مش هظن إن بيبا قدرت تخلص الطبق كله في لقمة واحدة، ده أكيد خطأ. في حلقة معسكر المدرسة بيبا وأصحابها بيروحوا رحلة تخييم مع مدرستهم مدام جازيل. لما وصلوا مكان التخييم نقدر نلاحظ أن بيبا لابسة شنطة ظهر بنفسجي، لكن الغلطة هي لما بدأت تجهز المعسكر مع سوزي شنطتها بقت حمراء. في ثواني شنطة بيبا غيرت لونها، ولسه في أكتر من كده. لما بيبا وسوزي كانوا بيجهزوا الخيمة بعد شوية الكاميرا بعدت، ولو قربنا على بيبا وسوزي هنلاحظ إنهم مش لابسين شنط ظهر أصلاً. في وقت لاحق في الحلقة لما الكل كان نايم سوزي خرجت من خيمتها ومعاها كشاف، ونقدر نشوف إنه الكشاف لونه أحمر. لكن الغلطة هي لما سوزي وصلت لخيمة مدام جازيل الكشاف بقى لونه بنفسجي. بجد إيه حكاية كل الحاجات اللي بتغير لونها في ثواني دي؟ نكمل. في حلقة كاميرا بابا السينمائية لاحظنا شوية أخطاء. بيبا وجورج كانوا بياكلوا فطارهم لما بابا بيج وصلته كاميرته السينمائية. بص على الترابيزة هنا زي ما احنا شايفين في طبقين كورن فليكس وكوبين عصير برتقال. بس بعد لحظات لما بابا بيج حط الكاميرا على الترابيزة طبع الكورن فليكس وكوباية عصير البرتقال اختفوا، ولسه في أكتر من كده. في وقت لاحق في الحلقة بابا بيج وصل الكاميرا بتاعته في التلفزيون عشان يشوف الفيديو اللي صوره. دلوقتي بص على مكان السلك متوصل فين، هو في الجزء السفلي من التلفزيون. ولما بنشوف التلفزيون عن قرب السلك اللي كان متوصل مش باين خالص، بس لما بنشوف الغرفة من بعيد تاني بنلاقي السلك ظاهر تاني. نروح للنقطة اللي بعدها. في حلقة كايلي كانجارو وعائلتها بيروحوا يزوروا بيت بيبا. لما بيوصلوا عند بيت عائلة الخنازير كل عائلة الخنازير بيطلعوا برا علشان يرحبوا بيهم. دلوقتي ركز كويس. في عائلة الخنازير ممكن نلاحظ ان بيبا وجورج واقفين قدام بابا وماما بيج بالضبط، بس المشكلة ان لما الكاميرا تقرب على بيبا وجورج ماما وبابا بيج بيختفوا من الكادر. بس من شوي شفناهم كانوا واقفين ورا بيبا وجورج على طول. في غلطة كمان في الحلقة دي وكمان هي أظرف. بعد ما بيبا وجورج قابلوا كيلي كانجارو واخوها جوي، بيبا وريت كيلي ازاي تنط جوه البركة الطينية. دلوقتي بص على حجم البركة الطينية هتلاقيها صغيرة جدا، بس لما الشخصيات التانية بدأت تنط في البركة حجمها تغير فجأة بطريقة سحرية. احنا شايفين بوضوح البركة وهي بتغير حجمها من غير سبب. في حلقة برك الصخور بيبا وجورج راحوا البحر مع تيتا وجدو بيج، وأول ما وصلوا هناك شفنا بيبا شايلة جاروف برتقالي وجورج شايل جردل برتقالي. بس بعد شوية لما وصلوا لبركة مية صغيرة الجاروف اللي كانت بيبا مسكاه غير لونه، كان برتقالي في الأول ودلوقتي بقى أخضر. فدي كانت شوية من أخطاء التحريك اللي لاحظناها في بيبا بيج، وزي ما تعودنا هنشوفكم في الفيديو الجاي.